المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: إصابتان بفيروس كورونا في البلاد اليوم. دعوة لتنمية البساتين بعيدا عن ضفاف الأودية وترسيخ ثقافة التشجير. نفير لحماية التربة والمياه وصيانة الطرق في صنعاء. جهاديون يجتاحون بلدة في شمال نيجيريا ويحتجزون مئات المدنيين. واشنطن تلوح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وصواعق تشعل مئات الحرائق في أنحاء كاليفورنيا وفرار عشرات الآلاف. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في مركز العزل في أديبرا بإقليم الغاشبركة قد أظهرت إصابة مواطنين عادة بطريقة غير نظامية من السودان خلال الأسابيع الماضية بفيروس كورونا المستجد. في غضون ذلك شوفي 13 مواطنا من فيروس كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم الغاشبركة وتوجهوا إلى منازلهم، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 306، وشفي منهم 274، ولا يزال 32 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 20 من أغسطس 2020. يعقب هطول الأمطار الغزيرة انجراف التربة ودمار المنتجات الزراعية وتعرض بعض المحاصيل خاصة النامية على ضفاف الأودية، وكذلك نفوق الحيوانات وغيرها من الأضرار. لذلك يتطلب من المزارعين والجهات المعنية إدارة البساتين والمحاصيل الزراعية جيدا، وإدارة الأراضي والمياه تفاديا للأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تفاديا الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه وتأثيرها على منتجات البساتين، دعا فرع وزارة الزراعة في إقليم الغاشبركة المزارعين لتسيير أنشطتهم الزراعية بعيدا على ضفاف الأودية الكبيرة وترسيخ ثقافة التشجير، مدركين بأن أنشطة تنمية البساتين الجارية على ضفاف الأودية الكبيرة في الإقليم تتسبب في موسم الخريف ذو الأمطار الغزيرة في انجراف التربة ودمار البساتين. وأوضح مسؤول وحدة الخضر والفاكهة في المكتب السيد ملقيت حاجوس لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا، أوضح أن 12,000 هكتار التي وزعت على مستوى الإقليم لتنمية البساتين تقع غالبيتها على ضفاف أودية الغاشبركة وسيتيت، ومعظمها تقدم إنتاج سريع من الخضر فقط، ولا تساهم في مكافحة انجراف التربة مما يعرضها ذلك للكوارث والمخاطر. وأضاف سيد مرقيتا قائلا أن مزارعي الأقليم الناشطين في التنمية المروية قاموا بقطع الأشجار المعمرة النامية على أضفة الأنهار وتساهم في مكافحة انجراف التربة، متعللين بأن قطعها يساعد في إيجاد المياه عن قرب ودون هدر المتاعب، وأن هذه الأضرار توسع انجراف التربة وتساهم في تدمير البساتين خاصة في موسم الخريف ذو الأمطار الغزيرة، وتدمر كذلك نتائج تلك الأعمال غير الفعالة البساتين، مما يتطلب عليهم إدارة البساتين والمحاصيل الزراعية وإدارة الأراضي والمياه. وقدم سيد ملقيتا جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين المنمين الخضر على ضفاف الأودية الكبيرة، والسعي لغرس شتول أشجار المانجا والأشجار المثمرة، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، مشيرا إلى جاهزية المكتب لإعداد الشتول المطلوب غرسها في إطار أنشطة التشجير الجاري تنفيذها. وأفاد مراسل إرينا نقلا عن الجهات المعنية بأن الأسابيع الماضية شهدت مختلف مناطق إقليم الغاشبركة هطول أمطار غزيرة عقبتها سيول قوية دمرت البساتين النامية على ضفاف أودية مديريات الغاشبركة مع إنتاجها وممتلكاتها، حيث دمرت أكثر من 200 هكتار في مديرية دقة، وأكثر من 120 هكتار في مديرية الشامبقة، وأكثر من 75 هكتار في مديرية على القاش، وأكثر من 140 هكتار في مديرية أغردات.
يقوم سكان ضاحية غولو بمديرية صنعاء بنفير جماعي لبناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق التي جرفتها السيول، ويشمل العمل الجاري بمشاركة أفراد قوات الدفاع توسعة وتمهيد الطريق الترابي المؤدي من صنعاء إلى غولو. وأوضح السكان بأن صيانة الطريق ستسهم إلى جانب تسهيل الحركة في تطور المنطقة. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مديريتي صنعاء بالإقليم الجنوبي وغرعتا بإقليم جنوب البحر الأحمر تسببت في إحداث أضرار على المساكن والمواشي والثروة الغابية. وقد جرفت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ظلت تهطل باستمرار ابتداء من 18 من أغسطس، جرفت أكثر من 350 منزلا في مناطق أولع، حاحايلي وفورتو ومرارا وحكير وغيرها من مناطق المديرية، بالإضافة إلى نفوق 15 رأسا من الماعز والأقنام. كما تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية التي هطلت في ليلة 16 في منطقة حلحل بمديرية أرعتا في إحداث أضرار على 15 منزلا ومدرسة ونفوق 17 رأس من الماعز والأغنام واقتلاع عدد من الأشجار المعمرة والأصيلة. أفادت وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بتقديم تبرعات لصندوق مكافحة كورونا ورعاية أبناء الشهداء. وقد تبرع الإريتريون المقيمون في يوغندا ب20,000 دولار في الدفعة الثانية من تبرعاتهم لمكافحة كورونا، ليصل مجموع تبرعهم ل227,137 دولار. وتبرع أيضا سكان إيلو بمديرية الشعب ب10,466 نافة، وجمعية بعل مريم قدوس قرقيس عد منقوتي المقيمين في أسمرة ب5,000 نافة، ومؤسسة بان أفريكا تريدينج 5,000 نافة، ومعلمي روضة عداقة عربي ب4,378 نافة، ومؤسسة تصفاتيون المزقبي ب3,000 نافة، وجمعية قدوس ميكائيل عراتو بمديرية دقام حرير للمقيمين في أسمرة 2,000 نافة، وجمعية قدست مريم ملخيشتو 1,500 نافة، ومتجر الماظ للذهب والفضة 1,500 نافة. وتبرع كل من معرض النيل للأثاثات وجمعية بعل زقهير عدي هارفي عدي فنيع ودكان تخل مريم برهي وبوتيك حي الآب تسفاي ومتجر فساي يوهنس للأحذية ومغلق أحوات ومتجر دباس للأحذية ب1,000 نافة. من جهة أخرى قدم السيد رزانيت عقاي 32,000 نافة من ريع كتابه بعنوان عردي البوقالسي لإعالة أسر الشهداء. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت مصادر محلية وأمنية في شمال شرق نيجيريا أن مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا اجتاحوا بلدة كوكاوا قرب مدينة باغا الواقعة في منطقة بحيرة تشاد، واحتجزوا مئات المدنيين كرهائن. وقال بابا كورا كونو زعيم قوة رديفة مدنية أن إرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا سيطروا على كاوا في منطقة بحيرة تشاد واحتجزوا مئات المدنيين رهائن. وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية وقوع الهجوم، مؤكدا استخدام طائرات حربية من مايدغورو عاصمة ولاية بورنو لمعالجة الوضع. وتشن المجموعة التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية هجمات كثيرة مستهدفة بصورة خاصة الجيش النيجيري، مما أسفر عن مقتل مئات وربما آلاف الجنود. وأدت الحرب مع التنظيمات الجهادية في شمال شرق البلاد إلى تدهور الأوضاع المعيشية، إذ بات 80% من سكان الولايات الثلاث الأكثر تضررا يعولون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. أكد مايك بومبيو عزم الولايات المتحدة تفعيل آلية سناب باك ضد إيران وتقضي بإعادة فرض العقوبات الأممية رغم انسحابها من الاتفاق النووي ورغم معارضة الحلفاء الأوروبيين. والآلية التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستطلق هذا الأسبوع تهدد بإغراق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أزمة وسيكون لها تداعيات على الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وتهدف الآلية إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي رفعت في إطار الاتفاق
اتفاق نووي مبرم مع طهران والرامي إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وكان ترامب قد أعلن في العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية. لكن الولايات المتحدة على الرغم من انسحابها تقول أنها بصفتها مشاركة في الاتفاق الأساسي يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. لقي قائد طائرة هليكوبتر حتفه، كما التهمت النيران عشرات المنازل في كاليفورنيا بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار، فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم. وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11,000 ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة. وقال ويل باورس المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق أن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف من منطقات شهدت سلسلة من تسعة حرائق تهججها الرياح. وفي وسط كاليفورنيا قالت الإدارة أن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريستو على بعد حوالي 258 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، مما أسفر عن مقتل الطيار. دشنت الدنمارك متحفا للسعادة في وسط كوبنهاغن، هو الأول من نوعه يرمز إلى السعادة الهادئة والمستقرة التي يجمع عليها أبناء هذه المملكة المصنفة في مقدمة الدول الأكثر سعادة. وأوضح مؤسس المتحف ميل واكينغ الذي يدير أيضا معهد الأبحاث عن السعادة أن دليلا يرافق زوار المتحف حيث يطلعون على مختلف زوايا السعادة، ومنها تاريخ السعادة وسياسة السعادة وعلم السعادة. وفي قاعة المتحف عرضت المعلومات على لوحات كبيرة ملونة معلقة على الجدران البيض، ومن خلالها يمكن للفضولي أن يتعلم كل شيء عن نظرية السعادة في بعدها الاقتصادي أو في وجهها الكيميائي. لقاء رسم دخول قدره حوالي 13 يورو. كذلك يطلب من الزائر أن يدون تعريفة للسعادة على ورقة صغيرة تلصق على حائط. وقد احتلت الدنمارك العام 2020 للسنة الثانية على التوالي المركز الثاني بعد فنلندا في تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة سنويا منذ العام 2012. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.